والله العظيم أني لا أدري أن ناس الحين ساكنين بالإيجار، كيف هذا يسكنون بالإيجار؟ دائما دققوا. اليوم مني وزير إسكان يتجرأ، وأقولها بكل صراحة، يتجرأ ويتكلم بوضوح إنه ممكن يحل قضية الإسكان، تتغير الحكومة والوزير ما يرجع، وإذا رجع يطمطم على الموضوع ويسكت لأنه يوصل له تهديد واضح أمام الموضوع. هم قاعد يطالعون أراضي الكويت هذول التجار وبعض الشيوخ إن الكويت مونوبولي، قاعد ياخذ بلوكات، يحقن الأراضي ويتلاعب بالأسعار. في احتكار الأراضي وعدم توزيعها بصورة صحيحة، معناته أن في تجار محتكرين أراضي ومحتكرين مناطق خاصة ما تنباع في وقت واحد. سنويا أنت قاعد تجيك طلبات، اليوم 8000 طلب سنوي، بالسابق كانت بحدود 4000، تضاعفت بالفترة من 2006 إلى 2011، صار عندك ما يقارب 45,000 طلب ب5 سنوات. والهيئة العامة للإسكان تقول لك والله أنا أحتاج 3 سنوات عشان أبدأ العمل، وأنا قدرتي الاستيعابية 5000 طلب سنويا. ما تحتاج حساب، 5000 و8000 عندك و108، شلون بيصير في حل؟ يعني منطقة مثل تكلموا عن منطقة الحرير، نتكلم منطقة الحرير عن توفير 56,000 وحدة سكنية. أيضا في بعض المناطق الجديدة اللي تكلموا فيها عن 9000 وحدة سكنية، لكن المشكلة مو كذي، المشكلة أن قضية إسكانية قضية صعبة الحل، لأنه كل يوم أنت تحتاج إلى 3 أضعاف طاقة توليد الكهرباء الحالية. أحد النواب طرح فكرة المستشار العالمي، شنوا هجوم كبير عليه بدون ما يفكرون. بالعكس، مستشار عالمي احنا محتاجين، ويا ريت من اليابان يجيبون لنا. يعني احنا محتاجين مستشار عالمي يحاول مو بس يحل الأزمة، يطلعوا لنا مدن حلوة جميلة. يعني احنا مدننا كراتين تحس. وايد ناس ما يخلصون، يعني بدون مبالغة، اللي يتكلمون عن أرقام بين 50 إلى 100,000 حتى لو شقة. وايد صعب، وايد صعب. حتى لو على افتراض يعني مثلا لقوا شيء أقل من 100,000، ما يمولهم بنك التسليف عليه، يكون شروط البنيان مو مطابقة لشروط بنك التسليف، فيصعب عليهم انهم يحصلون. ظهرت بالمجلس ورفعت اللافتة كتعبير عن احتجاجي عن اللي صار في المجلس وعن الكلام وبيع الوهم اللي باعت لنا اياه الحكومة، وعدم اكتراث الحكومة ورئيسها بالجلسة الإسكانية تخص 400,000 مواطن. للأسف تم طردي بطريقة مشينة ومهينة. خرجت حملات كثيرة منها ناطر بيت، ما أعتقد أنها كانت في الثمانينات أو التسعينات أو هالسنين اللي فاتت هذه ما حد خرج لنا بيت، لأن كانت في على الأقل في أمور متسهلة. خلاص وصلت الرمق الأخير أن الشباب قاموا يخرجون للساحات، أن قاموا يكتبون في تويتر، قاموا يكتبون مقالات، الأزمة كبرت. الحراك في الفترة الماضية ارتبط بقضية سياسية، سواء في مسألة الدوائر أو مسألة رحيل رئيس الوزراء. قضية سياسية بحتة. قد يكون المشارك في الحراك من مهتمين سياسيا، فهم يعني عدد محدود، لكن فما بالك إذا كانت القضية قضية السكن، هي تمس كل أطياف المجتمع، المهتم بالسياسة والغير مهتم بالسياسة. شنو الحراك اللي ممكن تدخل في قضية السكن؟ هذا خبر لمظاهرة صارت بالكويت سنة 67 قبل 47 سنة، لقضية ما كانت سياسية أو قومية أو خلافة، كانت قضية تتعلق بالسكن، وشارك فيها النساء والرجال لما تأذوا في ذاك الوقت، لما القضية الإسكانية كانت تاكل من لحم ومن حي. الأوضاع هذه تكررت اليوم. أنا أسمي هالمظاهرة كرامة سكن واحد، وأنا أتوقع أن في كرامة سكن 2 جاية بالطريق إذا الأوضاع السيئة استمرت. ب 2009 بعنا 84 فيلا ما بين سلوى والدسمة، الفيلا الواحدة ب60,000 دينار. تفاجأنا ان اللي زعلوا على البيع هم النواب، بعض من النواب. لما نحشونا برا الديره قمنا نبيع بعمان الفيلا ب19,000 دينار، واكثر اللي شروا منه كويتيين. بصراحه انا اشكر الحكومه الكويتيه انها وفرت ارض يعني جدا سعرها زهيد او لا يذكر، او هي مو بدون سعر،
واسرع طلب تستلمه. طبعا الرعايه السكنيه والبلديه والاشغال والكهرباء والماء، جميع الوزارات تسلمك هذا، والصحه بعد تسلمك لهذه الارض في خلال ساعات، اللي هي ارض المقابر.